الفنان بطرو-تانيوس الكافر الذي ذهب لحرق الكعبة فصلى عليه مليون مسلم ودفن في مكة المكرمة. اسمه بطرو-تانيوس يعقوب، ولد في 5 فبراير 1911 ووفاة 18/1/1972 عن عمر 61 سنة. أمه يونانية، أبوه مصري مسيحي. هاجرت أسرة أمه من اليونان وعاشت في اسكندرية، وهي من مواليد اسكندرية. عاشت في اسكندرية، أبوها كان فاتح مطعم للأكلات اليونانية، عامل بار صغير كده، بيجي اليونانيين عنده ياكلوا ويشربوا ويهضموا كمان. الاسكندرية كانت مجتمع الجاليات، كانت مجتمعات مغلقة على بعضها زي اليونانيين مع بعضهم والإيطاليين مع بعضهم، معظمهم من المهاجرين من على الشواطئ اللي بيجوا من اليونان أو إيطاليا. كبرت أم بطرو-تانيوس واشتغلت ووقفت مع والدها، وكان بيجي عندهم نجار اسمه يعقوب. كان يعقوب محترف في شغله نجارة الموبيليا، وكان معاه ولد اسمه تانيوس. حصل قصة حب بين البنت وبين تانيوس، وعرض عليها الزواج. أمها كانت عايزاها تتجوز واحد يوناني، المهم إنها اتجوزت تانيوس وخلفت منه ولد وبنت. كبر بطرو وأخد الابتدائية، وكره إنه يشتغل مع أبوه في تجارة الموبيليا، وبعد عن الموضوع ده خالص. لما بقى عمره 17 سنة كان بيروح يتفرج على نجيب الريحاني وأولاد عكاشة وعلي يعقوب. كان بيتفرج على يعقوب صنوع مع بداية المسرح، ولسه ما كانش في أياميها سينما. اتفتح في اسكندرية مكاتب الريجيسير، ودخل بطرو واشتغل معاهم، يجيب بنات وناس يشتغلوا كومبارس في الأفلام أو يجيب ممثلين وراقصات. وشوية وفتح بطرو محل الاكسسوارات فرق السينمائية، وده بعد ما اشتغل في مكتب الريجيسير في القاهرة. كان بيجيب اوض نوم ومفروشات وستاير، أي حاجة في أي مشهد في أي فيلم أو مسلسل. مكتب لاكسسوارات السينما، والمكتب نجح وبقى الممثلين والمنتجين داخلين طالعين عنده. وكان حسين فوزي جوز الفنانة نعيمة عاكف كان لسه في البدايات سنة 1938. كان بيعمل فيلم بائعة التفاح مع عزيزة أمير، محمود ذو الفقار وأنور وجدي، وكان عايز واحد يعمل دور بيقدم في كازينو مشروبات ومأكولات، واحد شبه اليونانيين، وقال لي تعالى يا بترو اعمل الدور ده في الفيلم. واتعرض الفيلم سنة 1939، فتحت الأمور معاه وبقى يجيبوه في الأدوار اللي زي دي. عمل بترو 23 فيلم. آخر فيلم عمله فيلم اسمه فيه صحتك سنة 1955، عمل فيه دور صاحب بار. وبعد كده كبر شغله اكسسوارات الافلام والسينما، ودخل على الانتاج في الافلام. المنتج من دول يجي ياخد منه فلوس، يبقى شريك في راس المال بس بنظام الربا. كان ياخد مثلا منه عربية او ياخد منه شيك، وكان بيشارك في النجاح فقط. وبقى يكبر ويكبر ماله، يكبر هو كمان في السن، لا اتجوز ولا حاجة. فكر في موضوع الجواز سنة 1965، واياميها كان عنده 64 سنة. كان عايز بنت صغيرة يشتري شبابها بفلوسه، وجاله مخرج وكان معاه بنت صغيرة عندها 20 سنة بتشتغل رقاصة. الرقاصة كانت لعوب، حبها بترو وبقت تجيله في المكتب، قلبت كيانه. بترو كان بخيل جدا جدا. المهم ان هي لعبت عليه لغاية لما اتجوزها. وجا في مرة من المرات سافر بترو ورجع على البيت، لقى مراته مع واحد وصيبها بالجنون. قعدت 3 ايام تعذبه وتمضيه على شيكات، اخدت اللي وراه واللي قدامه. كان بترو بحكم السن كان عنده السكر، وقتها السكر عمل له هبوط، وبعد ما مضيته على الشيكات وعلى اللي وراه واللي قدامه سابته ومشي. فاصيب بحالة هبوط، واثناء مرور احد الجيران لقوا باب بيته مفتوح. دخل ينادي عليه يا بترو يا بترو، طلع لقاه في حالة اغماء تامة، وبعد ما فاق اصيب بالجنون. ماله كله ورأس ماله وحاجته كلها راحت. كان حزين على ماله، وقعد في القهوة طوال الايام يندب حظه. اصيب بحالة من الجنون. في بداية 1972 ومع بداية شهور الحج، سمع بترو الناس عمالة تتكلم عن الحج والسفر للحج. ففكر بترو وقال انا اروح اركب من السويس واطلع على مركب اروح اموت ربنا عند الكعبة. ودي كانت نيته. ولما وصل لمكة والبيت الله دخلوا ولقى زحمة، واستطاع الوصول داخل الكعبة، وكانت نيته انه يحرق الكعبة. اول ما شاف الكعبة وشه نور، وقعد يقول للناس هو ربنا هنا، هو ربنا هنا. والناس ترد عليه وتقول له ربنا في كل مكان. قعد دخل في الكعبة المشرفة وعنده ذهول، والناس تقدم له اكل وشرب، هو قاعد داخل الكعبة. مخه رجع له وهو قاعد داخل الكعبة. قالوا له انت مسلم؟ قال لهم لا انا مسيحي. قالوا له طب جاي ليه؟ واحد الشيوخ داخل الكعبة المشرفة قالوا له استحم واغتسل وتوضأ. في الوقت ده مخه رجع له، وبعد ما شاف رضا ربنا عليه والناس اللي حواليه أسلم لله رب العالمين، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقع على الأرض ميت واندفن في مكة المكرمة. وبعد ما أشار أمير مكة الملك فيصل قال ادفنوه في مقابر المسلمين، وصلوا عليه الآلاف من حجاج بيت الله. ربنا رزقه حسن الخاتمة. قد إيه ربنا غفور رحيم. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة.